ايه اخباركم؟ الفيديو ده يا جماعه مختلف وتقيل وخطير وفيه كل حاجه ممكن اقولها، عشان كده لو سمحت ما تعلقش على اي حاجه ولا حتى عنوان الفيديو غير لما تسمعه كويس قوي. نبدا بالعنوان: 1,000,000 جنيه لكل مصري، وده ممكن يقدر عليه الرئيس السيسي او تقدر عليه مصر. الحقيقه والغريب انه ممكن، تخيلوا. طب ازاي؟ خليني ابدا الفيديو ده من حاجه مفاجاه بالنسبه لي، وهو هجوم محمود محي الدين اللي انا كنت برشحه خلال 3 سنين ان هو يكون رئيس وزراء على الاقتصاد المصري، وعلى رئيس الوزراء الحالي بطريقه غير مباشره، وعلى ان احنا نكمل تاني مع صندوق النقد. الراجل قال كلام خطير جدا وهاجم الاقتصاد المصري هجوم شديد بس باسلوب راقي. وقال لك ايه؟ قال لك يا جماعه انتوا بتهزروا، احنا من 2015 لحد النهارده مفيش نمو، لان الناتج المحلي المصري هو من 2015 لحد النهارده. ده معناه ايه؟ النمو زيرو، ما كبرناش. المفروض الدول زي الصين دي كل سنه تكبر تكبر تكبر. كانت مثلا الصين الاول رقم 30 على العالم لحد ما وصلت رقم 2 على العالم. طب ليه مصر ما كبرتش؟ هل السبب الظروف اللي حوالينا ولا في سبب اهم خطير جدا؟ خلي بالك، محمود محي الدين هو الوحيد اللي قال لك المشكله فين وهنتكلم عن ده دلوقتي، والحل فين. قالها لك كده بكل بساطه، وقال لك كمان ان انت لازم تغير كل خططك اللي انت عملتها الفتره اللي فاتت وتنقل لخطه جديده خالص. الراجل اداك الحل، بس مين ينفذ بقى؟ ده المهم جدا. ركز بقى في الكلام ده عشان في ارقام. قال لك نسبة مصر من الانتاج في العالم، احنا بنقدم للعالم ده كله كام؟ الناتج المحلي بتاعنا بيساوي كام من العالم؟ قال لك 0.3، يعني احنا حتى مش 0.5% من انتاج العالم، احنا 0.3. حلو؟ طيب ما احنا يمكن عدد سكاننا برضو قليل بالنسبة للعالم، عشان كده انتاجنا قليل. طيب عدد سكاننا احنا كمصر بالنسبة للعالم كام في المية؟ 1.3، يعني المفروض انتاجنا يكون حسب نسبة عدد سكاننا. لا، احنا عدد سكان كبير وانتاجنا صغير قوي. طب ما تيجي نشوف دولة زي الصين. الصين عدد سكانها بالنسبة للعالم 17%،